السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمله مع بعض البط بالبرتقال، وصفة فوق الخيال. اللي ما اكلش البط بالطريقة دي بجد فايته كتير. قد ايه وصفة جميلة جدا وبتدي نتيجة وطعم في الاخر كده في منتهى الجمال. يلا كده نبتدوا مع بعض ونشوف وصفتنا الجميلة دي عملناها مع بعض ازاي في طبق كده. وهنزل بالتتبيلة، طبعا بتعملي الكمية المناسبة ليكي، بطماطم، فلفل ألوان، قطعت كمان برتقانة، وكمان مقطعة هنا بطاطس وجزر. قطعته كله مكعبات عشان لما الخضار يدخل الفرن مع البطة ما ينهريش. بعد كده بقى رايحة أقلب كله على بعضه بالشكل ده، ورايحة أقسمه في طبقين، التلت والتلتين. أخدت التلت فرمته في الكبة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده رايحة أضيف له الإضافات: معلقة كده من الثوم المفروم، هنزل كمان بعصير ليمونة. بعد ما عصرت الليمون بالشكل ده، نزلت كمان بمعلقتين كده من الخل، ونزلت كمان بمج كده من عصير البرتقال الفريش. قد ايه بيدي طعم رائع جدا جدا. بعد كده نزلت بالتوابل، اي توابل انت حابه تضيفيها ضيفيها. انا ضفت هنا بابريكا، كمون، على كزبره، بهار فراخ، فلفل اسود. نزلت بالملح، بورق لورا بمكعب. كمان نزلت بالملح وكده معلقتين كمان من الزيت. قلبت كله بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. اخدت بقى من التتبيلة على الخضار، قلبته، ورايحة اجيب البطة وهحشي بيها كمية كده من الخضار المتبل بالتتبيلة الرائعة دي. ورايحة اقفل على البطة كده، ورايحة باقي الخضار افرده في الصينية، ورايحة ارفع عليه البطة. بعد كده هجيب التتبيلة، هنزل بالتتبيلة على البطة علشان تتشرب كده من بره ومن جوه. تخيلوا بقى ان البطة متشربة ومستوية من عصير البرتقال والتوابل بالشكل ده. اتمنى من كل قلبي حضراتكم تجربوا الطريقة دي، قد ايه جميلة جدا جدا جدا. طبعا بعد ما سبتها بقى اتشربت كده واخدت راحتها، هجيب بقى ورق الزبدة، رايحة امسك الصينية بقى اغطيها كده بورق الزبدة. رايحة اجيب ورق الفويل، رايحة اغطيها، ورايحة احكم عليها كويس قوي كده علشان خاطر البخار يسوي لي البطة. في الوقت ده بقى انا مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، دخلتها الفرن. اخدت في حدود كده ساعتين الا ربع. بعد كده رفعت الغطا من عليها، وكان معايا معلقتين كده من الصلصة، على معلقتين من الصويا صوص، على معلقة كده من الزيت، وقلبتهم كلك في بعض، ودهنت البطة، ولعت لها الشواية وحمرتها بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ طعم وريحة اللهم بارك رائع جدا. شايفين الجمال؟ بتقدميها بقى بالشكل اللي يعجبك وبالطريقة اللي تريحك. بتعملي معاها بقى رز بالكبد كده والقوانص. شايفين بقى الجمال؟ تخيلوا بقى الطعم وتخيلوا الريحة، حاجة كده تفوق الخيال. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.